بالجميع. اليوم عندنا رحلة لاستكشاف قوة من أروع القوى في الكون، الطاقة. ورح نشوف مع بعض كيف تتنقل وتتحول عشان تحرك كل شيء حولنا، من أصغر شيء لأكبر شيء. سؤال غريب صح؟ يعني هذه الظاهرة اللي نشوفها بسيطة هي في الحقيقة مثال ممتاز على التفاعل بين نوعين من الطاقة، وهذا هو السر اللي رح نكتشفه اليوم. طيب، خلونا نبدأ من الأساس. في عالم الفيزياء، تعريف الطاقة بسيط جدا وقوي في نفس الوقت: القدرة على بذل شغل. طيب، إيش يعني شغل؟ ببساطة شديدة يعني إن عندنا القوة عشان نحرك شيء من مكانه. هذا المفهوم هو حجر الأساس لكل شيء رح نتكلم عنه. الطاقة في حكايتنا اليوم لها وجهين أساسيين، نقدر نتخيلها مثل عملة معدنية. على جهة فيه الطاقة الكامنة أو طاقة الوضع، اللي هي طاقة التخزين والانتظار، وعلى الجهة الثانية عنا الطاقة الحركية، طاقة الفعل والحركة نفسها. إذن، إيش الفرق الجوهري بينهم؟ طاقة الوضع زي ما هو واضح هي طاقة مخزنة تعتمد على موضع الجسم. تخيلوا معايا كورة واقفة بهدوء على قمة تل. أما طاقة الحركة فهذه هي طاقة الفعل، الطاقة اللي يمتلكها الجسم لما يكون قاعد يتحرك. يعني باختصار، طاقة تنتظر وطاقة تنطلق. يا سلام! هذا التشبيه يوصل الفكرة بشكل عبقري. طاقة الوضع هي بالضبط مثل هذيك القوة الداخلية المتراكمة اللي بتنتظر اللحظة الصح عشان تنفجر، ولما تيجي هذه اللحظة تتحرر وتتحول لطاقة حركة، نشوفها ونحس بقوتها. يلا، خلونا نتعمق الحين في طاقة الحركة، الطاقة اللي تخلي كل شيء ممكن، من الرياح اللي تدفع السفن إلى سيارة سريعة في طريقها. وهنا نجي للمعادلة اللي تحكم كل شيء. طاقة الحركة تساوي نصف الكتلة، يعني وزن الجسم، مضروبة في مربع السرعة. يعني عندنا عاملين أساسيين يحددون قوة الحركة: ثقل الجسم ومدى سرعته، ورح نشوف إنه السرعة لها تأثير خيالي. خلونا نشوف هذا الرسم البياني. عندنا هنا سيارة وشاحنة يمشون بنفس السرعة بالضبط. لاحظوا كيف عمود الشاحنة طالع فوق؟ هذا يورينا أن كتلتها الأكبر تعطيها طاقة حركة رهيبة مقارنة بالسيارة، فالكتلة عامل مهم جداً. وهنا تجي المفاجأة الكبيرة. شوفوا الرسم الثاني. لما الطبس ضاعفنا سرعة السيارة، إيش صارت لطاقة حركتها؟ ما تضاعفت وبس، لا، زادت 4 أضعاف. يا سلام! هذا هو سحر تربيع السرعة في المعادلة. السرعة هي اللاعب الأقوى والأكثر تأثيراً هنا. طيب، الحين خلونا ننتقل لطاقة الوضع. هذه الطاقة الساكنة اللي تنتظر اللحظة المناسبة بصبر عشان تتحول لحركة. معادلة طاقة الوضع أسهل شوي. هي تعتمد على 3 أشياء: كتلة الجسم يعني وزنه، وقوة الجاذبية وهي ثابتة على كوكبنا، والأهم من كل هذا هو ارتفاع الجسم عن سطح الأرض. وهذه نقطة مهمة جداً لازم ننتبه لها. مو مهم كيف الجسم وصل لفوق، سواء مشى بطريق متعرج أو طلع بسلم مستقيم، اللي يهم فقط هو الارتفاع العمودي، المسافة المباشرة من تحت لفوق. هنا نوصل لجوهر قصتنا. هنا نشوف كيف طاقة الوضع وطاقة الحركة يتبادلون الأدوار طول الوقت في رقصة أبدية ما تنتهي. خلونا نتابع رحلة كورة وهي تسقط. فوق في القمة كل طاقتها مخزنة، طاقة وضع. أول ما تبدأ تسقط، تبدأ هذه الطاقة تتحول شوي شوي لحركة. سرعتها تزيد وتزيد، وقبل ما تلمس الأرض بلحظة تكون كل طاقة الوضع تحولت لحركة. طيب وبعدين؟ لما تصطدم بالأرض الطاقة ما تختفي، لا، تتحول لأشكال ثانية زي صوت الخبطة وشوية حرارة. طيب، بعد كل هذا الشرح، إيش الزبدة؟ إيش الفكرة الأساسية اللي لازم نستوعبها؟ هذا هو المبدأ الذهبي في الفيزياء، قانون حفظ الطاقة. وبكل بساطة يقول لنا أن الطاقة لا تنتهي ولا تنخلق من ولا شيء. كل الطاقة الموجودة بالكون اليوم هي نفسها التي كانت موجودة من البداية. كل الذي تسويه هو أنها تغير شكلها باستمرار، من طاقة وضع في تفاحة معلقة لطاقة حركة لما تسقط، وبعدين لطاقة كيميائية تغذي أجسامنا. والآن بنختم بهذا السؤال للتفكير. مثل ما الأفعوانية ما خلصت طاقتها بس حولتها من وضع لحركة، إيش نقصد بالضبط لما نقول طاقتي خلصت بعد يوم طويل ومتعب؟ هل طاقتنا اختفت فعلاً؟
ولا هي بس تحولت لأشكال ثانية مثل الحرارة وما عاد نقدر نستفيد منها كطاقة حركية؟ سؤال يستحق نتفكر فيه.